هنحتاج نص كيلو من اللحمة المفرومة. عليه معانا الوصفة السابعة هنحتاج نص كيلو من اللحمة المفرومة. عليه كده هنحط دهن يعني حوالي 100 جرام، اي دهن عندك مش شرط دوش، اي دهن موجود عندك. وهنضيف كمان هنا بصلاية كبيرة او 2 متوسطين مفرومين ناعم قوي ومنزوعين من المية. المية انا مش هرميها، هحتاجها دلوقتي واقول لكم في ايه. هحتاج هنا كمان حوالي كده يعني نص كوب من البقدونس، بس ورق بس بدون عيدان، لان العيدان بتظهر معايا في الوصفة دي متبقاش حلوة. هحتاج كمان ملعقة صغيرة كده بس هرمية كده توصي بالثوم المفروم، بيدي نكهة لذيذة قوي. هحط هنا ملح، هنا انا حطيت رشة بسيطة من الملح لاني في البصل حطيت ملح علشان ينزل اكبر كمية من المية اللي فيه، فنراعي ده. وهنا كمان حطيت ملعقة كبيرة من خلطة او بهارات الكفتة، ودلوقتي عرفتوا ان احنا بنعمل كمان كفتة. كمان ضفت هنا حوالي ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. ويا جماعة اللي هيديني بقى بجد يعني الهشاشة بتاعة الكفتة، احنا هنا بنعمل كفتة الحاتي مش اي كفتة، مش الكفتة العادية، هي ملعقة كبيرة كده هرمية من النشا، ما تستغربيش، ايوه من النشا. هنعجن كويس قوي قوي. عايزة كده يعني الكفتة كل المكونات دي تتداخل مع بعضيها لدرجة من كتر العجن كده تحس ان اللحمة معاكي او العجينة نفسها بقت معاكي فيها خيوط. طول ما اللحمة طلعت الخيوط بتاعتها يبقى كده الكفتة هتبقى معاكي ناجحة. طيب دلوقتي هنضيف بقى الحاجة اللي هتديني كمان هشاشة كده وفنشة حلوة للكفتة وهتبقى معايا مش مكتومة، هي طبعا ملعقة صغيرة كده مليانة من البيكنج باودر. في حاجة كمان مهمة، لازم بعد ما اعجن العجينة دي بتاعت كفتة الحاتي بالذات، لازم ان انا اسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة ترتاح. بتفرق قوي لما باجي هنا اصبع الكفتة، بتبقى سهلة كده وبسيطة معايا. انا هنا عندي الشكل ده، مش عندك اي شكل زي كده او حاجة مفتوحة مدورة يعني، استخدمي كده حوالي 3 او 4 عيدان من عيدان الشيش طاووق، وابتدي كده حطيهم مع بعض وابتدي لفي عليهم او صبعي عليهم الكفتة بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا احنا كلنا بنعرف نصبع الكفتة فانا مش هطول هنا كتير. بس اهم حاجة الجزء اللي مفتوح ده من جوه ده اللي بيخلي كده الكفتة فانشة كده معايا وبتتنفس بقى مش مكتومة. اخلص بقى كل الكمية، واهم حاجة نقفل الجنبين المفتوحين، يعني هي كده في النص مفتوحة لكن من على الجوانب لازم نقفلها. هنجيب بقى مية البصل بتاعنا من بعد ما صبعنا بيها الكفتة، ده اللي اتبقى، بتبللي ايديكي في التصبيح. حطيت عليها هنا ملعقة صغيرة كده من معجون الطماطم او من الصلصة المعلبة الجاهزة، وعليهم كمان ملعقتين من الزيت، وقلبتهم كده كويس. هنعمل ايه بقى هنا يا كراميلا؟ المفروض الكفتة كده خلاص تتفرز وتتخزن خلاص، لا بقى كفتة الحات يا جماعة بيبقى كده ليها لمعة رهيبة، ولون كده بيبقى شبيه كده بلون الشوي الأحمر، مش اللي هو بقى بتسود وبتتحرق من كتر ما بنعلي عليها الشواية في الفرن، لا. بصوا بجد كده التست ده يعني هيدي كده، لا لا لا، هتبقى يا جماعة بجد الكفتة ليها وضع تاني، تبقى في حتة تانية، جمال لونها وطعمها، والزيت هنا بيديها لمعة رهيبة. هنجيب الفرشة بالشكل ده وناخد كده الكفتة من فوق وتحت ومن كل الجوانب بقى، ما تسيبيش حتة فيها، وابتدي على طول في الرزيع. هنا انا حطيت كيس في العلبة من تحت كده، وهبتدي ان انا ارص الكمية اللي عندي، وما بين كل طبقة والتانية هحط كيس برضو لغاية ما اخلص كل الكمية اللي عندي. طيب هنا طلعت معايا بقى كام صابع نص كيلو اللحمة ده، طبعا احنا هنا مزودناش حاجات كتير لان كفتة الحاتي الاصلية هي دي طريقتها عشان تطلع معاكي بنفس الطريقة كده وبنفس قوام كفتة الحاتي بتاعة المطاعم. فمعلش احنا هنا مش هنزود بقى يعني حاجات كتير كده تزود لي معايا الكمية وخلاص، لكن صدقوني الكمية هنا طلعت حلوة. لكن ما ترتبطيش بعدد معين اللي طلع معايا، لاني على حسب بقى الصابع اللي انتي عاملاه حجمه قد ايه، سمكه قد ايه بتختلف. انا هنا بالظبط للامانه طلع معايا 26 قطعه، زي ما قلتلك طبعا بتختلف على حسب الصابع اللي انتي عاملاه في الحجم والسمك بتاعه. قسمتهم هنا على وجبتين، طبعا زي ما انت تحبي على حسب عدد افراد اسرتك. كده تمام، خزنا الوصفة السبعة. تعالوا بقى بينا على الوصفة الثامنة، وهي عندي الحواوشي. انا نزلته معاكم بطريقة مفصلة قبل كده على القناة، عملته بالعيش البلدي العادي، وممكن نسيب لكم لينك الفيديو بتاعه اسفل الفيديو ده في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا له يعني.
طيب هستخدم ايه المكونات اللي انت حطيتيها دي يا كراميلا؟ هقولك يا حبيبتي. اول حاجه كميه اللحمه هنا كانت عندي 350 جرام، يعني لا هي نص كيلو ولا هي ربع كيلو. قد اللحمه زي ما تعملي قد اللحمه تحطي بصل، ما تستغربيش. البصل يبقى مفروم شبه ناعم، مش ناعم قوي. حطيت هنا كمان 3 حبات كده بالفلفل الاخضر، برضو مفرومين مش ناعم قوي. وحطيت ملعقه كبيره، ملعقتين كبار من الثوم المفروم، بيدي تست عالي قوي. وحطيت ملعقة صغيرة من الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر، وطبعا الفلفل الأحمر ده اختياري. واخر حاجة حطيت 2 ملعقة كبيرة هرمية كده من بهارات الحواوشي، ونعجن كويس قوي. واخر حاجة خالص هضيف حوالي ملعقتين كبار من كزبرة او البقدونس، وبرده بدون عيدان. هنعجن بقى عجينة الحواوشي دي كويس قوي. ممكن ان احنا نكورها ونحطها كده مكورة في علب على طول في الفريزر، وممكن ان احنا نحطها كده في علب على طول ونغلفها كويس اهم حاجة. وبعد كده نطلعها تفك ونشتغل بيها ونحشي الحواوشي في وقته، ويبقى ناقص على السوا بس. دي حاجات بتساعد معاكي كسرعة بقى. ده الحواوشي اللي احنا نزلناه بقى على القناة، ودي نفس التتبيلة او نفس العجينة يعني. هنزل لكم اللينك بتاعه اسفل الفيديو ده في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا له. ودي بقى كانت الوصفة التامنة. الوصفة التاسعة بقى معايا هي البفتيك. انا عارفة دلوقتي هتقولوا لي مين بقى دلوقتي قادر يجيب بفتيك وكده. انا امبارح نزلت البفتيك الكداب اللي هو من اللحمة المفرومة، وعملنا كمية حلوة جدا من اقل كمية. لكن في ناس منكم طلبت ان انا انزل التتبيلة بتاعة البفتيك اللي هو بيجي كده شرايح من عند الجزار، فعلشان كده حبيت ان انا انزلها لكم. فدلوقتي هنبتدي ان احنا نجيب كده المدق بتاع البفتيك عندي، وابتدي يا جماعه انا هنا بدق من بره لجوه، من بره لجوه، ومش بدق كده قوي قوي لا. طيب ليه انا هنا اخترت الناحيه دي من المدق؟ لان الناحيه دي بتكسر الانسجه نفسها بتاعه اللحمه عندي فبيستوي اسرع. نركز قوي في التريكات دي. طيب شرايح اللحم دي بنجيبها من فين بالظبط؟ ممكن الجزار يضحك علينا. لحمة البفتيك بتبقى من لحمة الستيك أو من وش الفخدة، هي دي لحمة البفتيك. بصوا بقى لما بتدقيها كده بتنعميها، لكن مش بتقطعيها اقصد، يعني اللي هو بنرهفها كده خالص ونكسر كل الانسجة بتاعت اللحمة عندي عشان يسرع معايا في السوا وما ياخدش وقت، لكن في نفس الوقت مش بنقطعها. نركز كده كويس قوي. طيب ناس كتير مشكلتها مع البفتيك ده في انه بيكش منها قوي قوي اول بس كده ما يشم ايه بقى السبب؟ حته كمان في البفتيك، في طبق البفتيك عندي حته تكون مستويه وحته لا. وده السبب يا جماعه ان احنا الجزار بيضحك علينا، او احنا عندنا بقى لحمه في البيت فبنطلع كده كام قطعه لحمه كده تكون لونها احمر فبندقها ونعملها بفتيك. لا، الكلام ده غلط. البفتيك ليه قطعة لحمة مخصوصة الجزار هو اللي بيقطعها لك، وعلى فكرة بتيجي مقطعة شرايح بالشكل ده. طيب انا بقى سبت التتبيلة ورغيت معاكم كتير، فتعالوا كده نشوف التتبيلة احنا هنا عملنا ايه. انا هنا لكل نص كيلو من لحمة البفتيك استخدمت مية بصلة كبيرة مفرومة في الكبة ناعم قوي، ومع البصلة حطيت 2 ملعقة كبيرة من الخل وذرة ملح علشان تنزل اكبر كمية من السوائل معايا. صفيتها كويس قوي بمصفى ناعمة، وبعد كده هبتدي ان انا اضيف عليها 2 ملعقة كبيرة من الكاتشب زي ما احنا شايفين. الكاتشب ده كمان عملته معاكم على القناة، عملناه في البيت يا جماعة. احنا بنحاول نقتصد بقدر الامكان بجد، كل حاجة بقيت نار، الواحد خلاص مش قادر يكفي، فبنحاول نوفر كل حاجة اقتصادية. انا هنا حطيت حوالي ملعقتين من الكاتشب البيتي الجميل اللي احنا عاملينه مع بعض على القناة ده، هسيب لكم اللينك برضو بتاعه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. حطيت هنا بقى نص ملعقة صغيرة من الملح او على حسب الرغبة يعني، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة توم باودر، ربع ملعقة كده صغيرة من جوز الطيب بتدي تيست حلو قوي، وكمان حطيت نص ملعقة صغيرة من البهارات السبع. وهنبتدي بقى نقلب كل الكمية دي مع بعضها. يا جماعة التتبيلة دي بجد يعني تحفة، هتخلي طعم البفتيك بأمانة مش هيفرق عن الجاهز. حاجة كده حلوة اوي. الناس اللي بتحط تفل البصل وبعدين تيجي تشتكي اصلي البفتيك القشرة فصلت عن اللحمة نفسها، طب ما هو لازم هيفصل لاني حضرتك حطيتي فيه عازل
وهو تفل البصل. يا جماعة احنا بنستخدم مية البصل بس، سواء كان بانيه او كان بفتيك بنستخدم مية البصل فقط. هبتدي بقى ان انا اغلف كل قطع البفتيك عندي بالشكل ده. انا هنا كنت مستخدمة حوالي نص كيلو من بفتيك، وهغطيهم بقى بالاسترتش راب وهدخلهم التلاجة مدة ليلة كاملة. طيب لو مستعجلة عادي خالص، خليها بس يعني على الأقل ساعتين، ساعتين ونص. كل ما يقعد في التتبيلة أكتر كل ما يبقى طعمه أحلى وأحلى وأحلى. دلوقتي هنحتاج للتغليف 3 أطباق أو 3 حاجات. أول حاجة البيض. ممكن جدا ان احنا في اللحظة دي نضيف بيضة واحدة بس وعليها مثلا نص كوباية من الحليب علشان نوفر أكتر. وهنضيف الطبق التاني كوباية كده من الدقيق. وهنضيف هنا التغليف الأخير، الكفر الأخير، هو هيبقى عبارة عن الآتي: كوبايتين من البقسماط على حسب طبعا الكمية. هنا كوبايتين من البقسماط عليهم نص كوباية مليانة كده من النشا. هتقوليلي ايه لازمة النشا هنا يا كراميلا؟ هقولك. النشا هنا عندي ليه ميزتين. اول ميزة ان هو بيطلع بصراحة كده الكفر بيبقى مقرمش جدا حتى لو بعد ما يعني القطع البفتيك بردت. تاني حاجة بيفتح كده لون البقسماط معايا، فما بيخليش اللون او الكفر الخارجي يتحروق كده مني بسرعة وياخد لون بسرعة ويكون لسه اللحمة نفسها من جوه مستويتش. فاهميني اقصد ايه؟ اقصد ان النشا بيدي كده اللون الذهبي الحلو للبفتيك، بس من بعد ما تستوي خلاص اللحمة من جوه، عشان نبقى كده في امان. مش خلاص يتحرق من بره ولونه جميل كده ونطلع ايه ده بيشد، ده مش مستوي كويس. فبنحاول كده ان احنا نتلاشى بقدر الامكان الحاجات دي كلها. باخدها كده من الدقيق على البيض على البقسماط. هنا انا بهرت التلاتة بنفس البهارات، حطيت ملح وفلفل وحطيت توم باودر على الدقيق والبصل والدقيق والبقسماط سوري والبيض. اضغطي بقى هنا براحتك، خليه بقى كده يتغلغل بالكفر ده. ممكن تعملي على فكرة ضعاف الكفر، ترجعيه في البيض تاني ومن البيض على البقسماط تاني. بس انا بصراحة بحب كده، انه اصلا احنا لما بناكله في المطاعم بره البفتيك بيبقى خفيف، يعني بتبقى طبقة خفيفة من الدقيق على البيض على البقسماط ونغلفها كويس. هنفرزه ازاي يا كراميلا؟ هقولك هنفرزه ازاي. ناس كتير سألتني في الفيديو اللي فات عن العلب، انا دي جايباها من فين؟ العلب الشفافة. انا يا جماعة جايباها من مكان حلو خالص، بس انا مش هينفع ان انا اقول اسم المكان ده او اسم الحد ده يعني، علشان ما ينفعش ان انا اعمل دعاية. لكن اللي عايز يعرف العلب البلاستيك دي انا بجيبها من فين، يبعتلي على الخاص وانا يعني هدله على العنوان بالظبط. اسعارها رخيصة، يعني اكبر علبة اللي انا كنت لسه بفرز فيها البرجر دي والكفتة، الكبيرة بتبقى ب5 والاقل منها ب4 والصغيرة خالص بتبقى ب3 جنيه او ب2.5 على حسب ما بتشتري كمية. فبجد عملية جدا. طيب الناس اللي مش قادرة انها تجيبها، المرة دي بقى حبيت ان انا اوريكم اني عادي فرازي في العلب الفوم دي بتبقى حلوة خالص. بس اهم حاجة ما بين كل طبقة والتانية في اي حاجة بحط كيس كفاصل علشان كل حاجة ما تلزقش كده في بعضها وتبقى منسقة وجميلة وحلوة وما تتعبنيش لما اجي اسويها كمان. وبعد كده بكملها كده ان انا بغلفها جدا جدا بالاسترتش راب. لازم يا جماعة ان احنا نغلف جدا ويبقى كده محكمة الغلق، مفيش اي سرسوب كده هوا يدخل. بس حبايبي كده خلصنا خلاص الجزء التاني من اللحمة المفرومة. هنزل لكم تفريز الفراخ، استنوني في الفيديو الجاي. ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ايوه ربع كيلو زي ما سمعتي كده. هنضيف بقى البهارات عليه. هنضيف ملعقة كبيرة من البصل البودر والثوم البودر والبابريكا وكمان من بهارات البرجر. دلوقتي هنعمل البرجر مع بعض. هنضيف ملعقة كبيرة كده هرمية مليانة من بهارات البرجر، وكمان هنضيف كده اللي هو بقى نص ملعقة صغيرة كده زنجبيل بودر، لو عندك فريش هيبقى افضل بكتير. وضفنا كمان نص ملعقة صغيرة من الملح وكمان فلفل اسمر. وهنقلب كل الكلام ده مع بعض، واللي هيديني بقى كمية اقتصادية وفيرة هي كوباية البقسماط دي. بس انا هنا ما استخدمتهاش كلها، حطيت حوالي كوباية الا ربع، بقيت منها حوالي ملعقة او ملعقتين يعني مش كتير. ابتدي بقى اعجني كويس قوي زي ما انت شايفة كده. ده قوام العجينة اللي انا عايزاه في النهاية.
يبقى كده مش ناشف قوي ومحجر علشان يتفرد معاكي بسهولة. دلوقتي بقى انا ما عنديش مكبس البرجر، ما نعملش برجر؟ لا طبعا، احنا ما بنقفش على حاجة. طيب هنعمل ايه؟ عندي غطاية برطمان كده، برطمان مخلل عادي، غسلتها كده وشطفتها كويس وهستخدمها دلوقتي معاكم. قطعت اكياس التلاجة بالشكل اللي قدامكم ده علشان هخلي كل قطعة من البرجر ما بين كيسين، يعني انا هفردها ما بينهم ومش هشيلها، لا هفردها ما بينهم وهحتفظ بيها في الفريزر كده. انا هنا في البداية عملتها بايديا فحسيت انها لا هتاخد وقت جامد معايا، فابتدأت ان انا استخدم النشابة الصغيرة بالشكل ده. طب مش عندك النشابة بقى هتستخدمي ايديكي وتعكي والكلام ده؟ لا، جايبالك كده كام فكرة تانيين كمان هيساعدوكي جدا انك تاخدي شكل البرجر المظبوط بدون اي تعب. نعمل بقى الخطوط بتاعتنا، هنعملها بظهر السكينة، مش بالسكينة يعني الحتة الحادة اللي فيها، لا مش بالجزء الحاد، هنعملها كده بظهر السكينة زي ما انتم شايفين كده. برجر ده بقى ولا مش برجر يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ احنا ما بنقفش على حاجة يا جماعة، دلوقتي بقيت كل حاجة اسعارها نار، عايزين نوفر كل حاجة في البيت بقدر الامكان. هجيب علبة كده عندي وهحطها بالكيسين اللي هي مفرودة فيهم ما بينهم كده. وهنا لو لاحظتوا كمان كان السمك بتاعها يعني سميك شوية، ما نرهفوش كده خالص. ناخد لبالنا حبايبي، انا هنا حطيت ملعقة كبيرة من الدهن، اي دهن عندك ما تكتريش عن كده، لو كترت نسبة الدهون في البرجر ده اللي بيخليه بيكش كده وما بيبقاش حلو. هنا بقى استخدمت المج ده كان عندي حجمه كده كبير فحسيت انه هيبقى تمام يعني، لكن برضو قابلت مشكلة فيه ان هو مفردهاش كويس، فعانيت بصراحة علشان برضو افردها على قد الغطا بتاع البرطمان ده اللي عندي. هعمل ايه بقى؟ اسكت؟ لا، دوري كده، فضلت ابص كده في المطبخ، لقيت عندي اطباق كده صغيرة بتاعت جيلي، فابتدأت ان انا حسيت كده ان يعني خلاص القاعدة كده بتاعتها هتبقى قد البرطمان بشوية، يعني اللي هو مش زي الكوباية او المج اللي استخدمته دلوقتي. فبصوا بقى، اول ما بلف كده كورة من العجينة او من البرجر، خلاص احنا كده سميناه البرجر، فببتدي كده ان انا اول ما احطها على الكيس الاولاني اللي موجود في الغطا، ببتدي كده بصوابع ايديا ببللها كده بشوية من المية، حاجة خفيفة خالص بتساعدني لما باجي افردها بتتفرد معايا بكل سهولة. شايفين بقى؟ حسيت كده ان الطبق لا اداني بقى السهولة والسرعة بجد، ما اخدش وقت خالص مني زي المج او فرد ايدي او النشابة. فاكتر من فكرة اختاري بقى وشوفي هتعملي كل الكمية. انا هنا عشان مطولش عليكم الفيديو فعملت كل الكمية، ودلوقتي هوريكم. هو كان ربع كيلو، شايفين السمك قد ايه؟ ما ترهفوهاش عن كده او ما تخلوش السمك قليل قوي عن كده يعني. فانا طبعا مش هقولك علشان حطينا كوبايه بقسماط على ربع كيلو لحمه مفرومه هيطلع لك بقى 30 و35 قطعه والكلام اللي يعني ناس كتير بتجيب بيه مشاهدات وخلاص، لكن ما بيبقاش بجد. فلا، انا هنا عديتهم معاكي، عدي كده واحده واحده وشوفي بقى هيطلعوا كام في النهايه. بس اهم حاجة نركز في السمك بتاعها. هنا طلعوا معايا 9 قطع بالظبط، بجد يا جماعة مش هيطلع معاكم اكتر من كده غير لو انتوا قللتوا السمك شوية بتاع القطعة نفسها. وحطيتهم هنا خلاص في العلبة فوق بعض كده بفاصل اكياس طبعا، وكده خلصنا البرجر بتاعنا.